كيف نصمم تهنئة احترافية ليوم الجمعة المباركة؟ نضيف شكل بهذه الطريقة يكون باللون الكبدي، ونضيف شكل معين آخر ونعمل له حدود. نقوم بتلبيسه بصورة مسجد مثلا، أي مسجد معانا بهذه الطريقة. نرجع نعمل له حدود ونضيف بعده دائرة كبيرة بهذا الشكل. طبعا نرجعها في الخلف ونخلي لونها باللون الأبيض، ونعمل له حدود، ونغير الخلفية بالسماوي طبعا، ونضيف شكل آخر يكون في الأسفل، ونضيف شكل دائري كمان، نعمل له حدود نفس الطريقة. الآن نضيف مخطوطة جمعة مباركة ونضيفها لبرنامج بيكسل لاب بهذه الطريقة. نعمل لها لونين طبعا لأنها لون واحد، لازم نغير اللون الكبدي الآن، ونضيف المخطوطة من جديد ونخلي النقاط مثلا باللون السماوي. نمسح اللي هو الأبيض، نغيره بالسماوي طبعا، لازم نعدل صح. ندمج الشكلين مع بعض الآن، وثم نقص المخطوطة بحيث نخلي جمعة طيبة لحالها طبعا، ونعدلها ونضيف هذا المستطيل أو نضيف شكل آخر اللي هو مستطيل بهذه الطريقة، ويكون لونه باللون الكبدي. بعد كذا بنضيف نزيد شكل عشان نكتب هنا الدعاء طبعا، يكون باللون الكبدي برضه. نكتب الدعاء ونغير الخط طبعا حق الدعاء إلى خط مناسب ويكون واضح، ونحاول نخليه باللون الكبدي الخط، ونخلي اللهم في يوم الجمعة باللون الأبيض يكون بهذه الطريقة. نعدل ونوازن طبعا. الآن نضيف الشعار تبعنا، ندرج صورة بهذه الطريقة طبعا، ونعمل له لونين نفس المرة الأولى. نخلي واحد لون كبدي وبقية التفاصيل تكون باللون السماوي بهذه الطريقة. نغير السماوي، ندمج الشكلين مع بعض ونضيف الشعار في الأسفل. بعدها بنضيف جمعة طيبة بهذه الطريقة، نعمل لمسة علي ورجعها في الخلف، ونضيف بقية التفاصيل محمد أمين الإعلام تصميم جرافيكي في الأسفل. ونضيف طبعا، نضيف الأرقام طبعا، أرقام الهواتف بهذه الطريقة، نعمل له تباعد ونوزنها. الآن نضيف بعض اللمسات مثل الدوائر هذه اللي في الطرف بهذه الطريقة بحيث يعطي للتصميم شكل حلو يعني. ندمج الدوائر مع بعض ونكرره ونعمله في الطرف الثاني بنفس الطريقة. الآن نضيف صورة مسجد ونعمله في الخلف، يكون خلفية طبعا، نطرحه فوق كده بهذه الطريقة، نعمل له شفافية. وبعد ما نقوم بتثبيت الطبقات نضيف اللمسات الأخيرة مستطيلات بهذه الطريقة، ونكرر نفس الخبر وندمج ونضيفه في الطرف الآخر. وبعد ما نثبت جميع الطبقات بنعمل لمسة أخيرة، واللي هي بنغير الكتابة، بنخليها لونين مثلا، لون يكون بالسماوي اللي هو كتابة الدعاء طبعا، لون بالسماوي ولون بالكبدي بهذه الطريقة. بعد كذا نقوم بالحفظ، وهذا هو الشكل النهائي للتصميم.